لان لو شربت قهوه اول ما بصحى بتعمل قفزه في الكورتيزول. انا اصلا اول ما بصحى بيبقى عندي الكورتيزول عالي، ده اللي بيقومني من على السرير، ثم بينخفض بعد ساعه او ساعه ونص. عارف، فكرتني بنكته كنت شفتها على الفيسبوك، كانت بتقول ايه، اسقي الانكزايتي قهوه تطرح بانيك اتاكس. فعلا ده حقيقي، يعني انا صاحي ضحكتني كورتيزول جدا. عالي، فانا برفعه اكتر بالقهوه. فانا باخد القهوه بعد ساعه ونص تقريبا او ساعتين. طيب لو انا القهوه بالنسبه لي بتعمل سنسيتيفيتي، بتزود ضربات القلب، صح. الشاي جميل جدا، بيعمل حاجه اسمها اليقظه الهادئه، في كافيين وفي ثيامين. الثيامين ده بيخلي الريسبونس بتاع جسمنا للكافيين اقل، فبيخليك هادي وفي نفس الوقت متيقظ. تمام. ثم في نص اليوم ده تاخد مهم. اشواجندا. اشواجندا. تمام. ليه بقى؟ لان انا في نص اليوم، انا بعد 3 4 ساعات من الشغل كده اتعاملت مع ناس زهقوني في حياتي وضغطوني مع ضغط الشغل، فابتديت ان انا اتنرفز اتعصب. الاشواجندا بتبتدي تسحب الكورتيزول لتحت شويه، بتخلي مزاجي رايق، تخليني اعرف اتعامل مع الناس، بتحسن مزاجي ومودي. حلو. ثم على بالليل ايوه. اشرب مشروب زي الميليسيا. الميليسيا مشروب بيهدي الاعصاب، بيقلل التوتر، بيخليني اعرف ادخل انام وانا هادي، فيحسن جوده النوم.